ازيكم يا احلى بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا 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 قد الدنيا كلها. والله العظيم يا بنات بجد وحشتوني ومفتقداكوا فوق ما تتخيلوا. عاملين ايه يا امارات؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. لو اول مرة بتشوفوني انا سارة ودي قناتي، اهلا بيكم، نورتوني. فيديو جديد ويوم جديد، واسفة والله العظيم من كل قلبي على التأخير يا بنات، اسفة جدا جدا على التأخير. بس قلت ارضيكم واصالحكم بفيديو صغنون كده، معلش استحملوني. بس يا بنات ايام رمضان جميلة قوي، والايام بجد بتعدي بسرعة، ومفيش وقت في الايام دي بصراحة ان احنا نضيعه. يعني الواحد بيبقى عايز ينتهز فرصة الايام الجميلة، خصوصا ان احنا في العشرة الاواخر، ودي بتبقى كنز لازم كلنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نستغله في العبادة والتقرب لربنا. والناس اللي تقدر تعتكف، الناس اللي مش شرط في مسجد، نعتكف في بيوتنا حتى، نحاول ان احنا وقت بالليل ده نقرا قرآن ونصلي ونقرب لربنا. وان شاء الله ربنا يجعل لكم دعوة مستجابة بإذن الله لا ترد. عاملين ايه يا امارات؟ قولوا لي كده اخباركم ايه، وعاملين ايه في دخلة العيد بقى؟ اشتريتوا حاجات العيد ولا لسه؟ زي كنت تقولوا لي كده، كلموني قولوا لي عملتوا ايه في الكومنتات. بصوا بقى يا حلوين، انا مش عارفه ازاي انا كل ده معاكم على القناه ولسه ما عملتلكوش المكرونه. ده انا استاذه في المكرونه بشاميل، ازاي يعني ما اعملهاش معاكم لغايه دلوقتي؟ المهم يا امارات، النهارده كنت هعمل مكرونه بشاميل، قلت لا انا ايه اعمل بقى الفيديو ده اصوره معاكم. فاول حاجه يا بنات بعملها زي ما شفتوا كده، لما بدخل المطبخ على طول بشغل الراديو علشان وانا واقفه كده اسمع حاجه تفيدني، اسمع شويه تواشيح جميله كده، قران. بحب دايما يبقى طول ما انا واقفه في المطبخ الراديو شغال جنبي. وبعدين يا بنات المكرونه البشاميل، انا حطيت الميه الاول تتسلق، وريتكم ان الميه تتسلق، يا حول الله يا رب، يعني حطيت الميه تغلي، وفي نفس الوقت بعمل على عين جنبي البشاميل، والعين التانية بعمل عليها اللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة أنا بحط بصلة كبيرة، بصلاية كبيرة كده، وبحط معاها قرنين فلفل وشوية توم صغيرين، وبقلب كل ده مع بعض. وبعدين بنزل باللحمة المفرومة، ولما خلاص تستوي بحط لها معلقة صلصة فقط لا غير، وملح وفلفل طبعا. ما بزودش بهارات بصراحة، احنا بنحبها بملح وفلفل بس كده. والبشاميل يا بنات انا بستعمل اكياس البشاميل الجاهزة، وانا بزود اللبن لان انا بحب البشاميل بتاعها يبقى كتير. بس في الوقت ده بقى يا بنات زي ما انتم شايفين كده، بسيب حاجتي تخلص على النار تستوي براحتها كده، وبكون انا بعمل العصير. بحب دايما اعمل العصير بدري واسيبه في التلاجة يسقع على ميعاد الفطار. كنت بعمل النهارده عصير جوافه، صفيته معاكم كده، ما لحقتش بصراحه اعمله معاكم الاول، فصفيته بسرعه كده معاكم ودخلته التلاجة. وهنا يا بنات على ما بيكون الاكل بتاعي على النار بيستوي، زي ما انتم شايفين كده الحوض كان فيه شويه مواعين، فقلت اغسلهم بسرعه لان البشاميل بيبقى مواعينه كتير، فلسه هنحط بقى هنصفي مكرونه، ببقى محتاجه الحوض يبقى نضيف دايما جنبي. وهنا يا بنات برضو كنت بعمل شويه بانيه كده جنب المكرونه. فخلوا بالكم في الوقت ده يا بنات انا بعمل كل حاجه مع بعض، يعني انا الاكل على النار بيستوي، في نفس الوقت انا عملت العصير، وفي نفس الوقت انا خلصت المواعين اللي كانت موجوده، وكمان هعمل البانيه. ما بقفش استنى حاجه تخلص، انا بحاول اخلص حاجه. طيب عارفين بقى مثلا انا لو ما عنديش مواعين هتتغسل، لو الاكل على النار كده بيستوي وانا مثلا ما عنديش حاجه هعملها، ممكن اقف بقى انضف درج، انضف اي ضرفه عندي مثلا متبهدله، اقف كده. بحاول دايما الوقت اللي انا الاكل فيه على النار ده اعمل جنبه حاجه يعني. فقولوا لي بقى يا بنات عملتوا ايه في لبس العيد وحيرة لبس العيد؟ عايزاكم تكملوا معايا الفيديو للاخر عشان بجد اشتريت شوية حاجات حلوة قوي. مش كل حاجة بتاعت العيد طبعا، لا انا يعني بجد يا بنات مقلة في زي كده ما انا مقلة في نزول الفيديوهات معاكم، انا كمان مقلة في النزول. الواحد بعد الفطار بيتقتل، بيبقى مش قادر. وكمان يا بنات هي الشوارع غير مشجعة النزول من الزحمة المميتة، بجد زحمة يا جماعة رهيبة رهيبة. فعايزه اقول لكم بقى ان انا كنت في حيره كده، الجو بجد محير، احنا مش عارفين يعني الناس هتلبس صيفي ولا شتوي، شويه برد شويه حر، الصبح تلاقي الجو فيه حر، بالليل فيه لسعه برد، حاجه صعبه يعني. فانا عموما شهر 4 ده يا بنات عندي خريف، ببقى يعني انا بلبس البنات عندي خريفي. فقلت كده كده ما بصيفش قبل 5، يعني احنا دايما بنصيف اول 5، فقلت خلاص زي ما انا متعوده
هجيب لهم خريفي ان شاء الله. فهتلاقوني شويه كده بقى ايه، هوريكم المشتريات. كملوا معايا الفيديو يا بنات عشان ان شاء الله متاكده الحاجات هتعجبكم. وهوريكم كمان الطعم اللي انا جبته البنوتي، لسه ما كملتش بس واحده واحده كده في الفيديوهات الجايه، وان شاء الله هحاول اظبط معاكم الفتره اللي جايه دي. بصوا بقى يا حلوين، هنا انا دي التركه اللي بتفرق جدا جدا في المكرونه يا بنات. اوعوا تحطوا المكرونه من غير ما تحطوا عليها بشاميل. انا عايزه اقول لكم ان انا حطيت هنا شويه بشاميل وما اقتنعتش، ده انا هرجع ازود معاكم تاني كمان شويه بس قدام، مش هنا يعني شويه كده. بس انا بحب دايما المكرونه تبقى جوسي. عارفين انتوا المكرونه اللي بتتقطع خرطه واحده دي ما باكلهاش، انا لازم المكرونه تبقى ايه، كلها دايبه في بعضها كده، ولازم تبقى مولعه. عارفين وهي طالعه من الفرن كده، انا هي دي المكرونه عندي، ما اعرفش اكلها غير كده. بصوا بقى يا بنات، هتلاحظوا البشاميل فيه شويه فتافيت كده بس عشان انا يعني بصوا اللبانه كنت انا غاليه فيها لبن. اللبانه التيفال بتاعتي دي يا بنات، هي اللبن بيعمل طبقه تحت مش عارفه ليه، بس هي عموما كده على طول يعني، حتى لو انا موطيه عليه وكل حاجه لازم بيعمل طبقه كده تحت تحسوها محروقه شويه، بس هي ما بيبقى لهاش طعم ولا حاجه في اللبن يعني. فانا كان عندي اللبن بتاعي اوريدي موجود في اللبانه، فانا كل اللي عملته ان انا يا بنات ما بعملش البشاميل ان انا احط سمنه واحط عليها الدقيق، لا انا ما بعملش كده خالص. انا البشاميل عندي مجرد ان انا بحط اللبن وبحط عليه الاكياس البشاميل الجاهزه دي وبقلبه، وممكن احط معاه مكعبين مرق الدجاج، بس كده ما بعملش اي حاجه تانية. ف وانا بقلب بقى بالمضرب الطبقه اللي كانت تحت في القاع او القعر يعني بتاع اللبانه طلعت معايا في البشاميل. بس عموما هي يا جماعه ما بتبانش يعني، هو المفروض ايه يعني، بصراحة ما كنتش عشان خاطر الطبقة دي هوسخ كمان حلة يعني، فأنا استسهلت يعني بما إن كده كده يعني كان عندي مواعين كتير، فقلت لا خلينا نوفر حاجة يعني. وزي ما انتم شايفين كده يا بنات، المفروض ان انا بقى في الخطوة اللي قبل دي كنت احط الجبنة، بس انا نسيت. يعني انا تحطي اي ميكس جبن عندك على اللحمة المفرومة، يعني انا بحط الاول شوية بشاميل تحت خالص في البايركس بتاعي، بعدين بحط شوية مكرونة. وانا يا بنات ما بحبش ازود المكرونة عمدا، باحب الجزء اللي تحت تبقى المكرونة فيه كتير شوية، الجزء اللي فوق لأ زي ما انتم شايفين كده. وبعدين يا بنات أنا أعرف ناس والله بترص المكرونة دي مكروناية مكروناية، قولوا لي بقى انتوا بتعملوا كده والّا إيه؟ عشان أنا أعرف ناس بتقف ترصها بالواحدة جنب بعض كده، بس الحمد لله الذي عافانا يعني، لأ أكيد أنا مش هاعمل كده. فانا بقى افتكرت هنا المكرونه قلت ابدا افتكرت الجبن قلت هحطها برضو، مفيش يعني لازم احطها. فحطيتها في الطبق اللي قبل البشاميل. وانا ما بحبش يا بنات احط المكرونه فوق انا مالي النهارده في ايه، ما بحبش احط الجبن فوق لان انا بحسها بتتلسع كده وما بتمطش، لكن وهي تحت البشاميل كده بتبقى احلى كتير يعني. نوع الموتزاريلا ده يا بنات اسمه الاطباء، وعايزه اقول لكم خطيره خطيره، احلى موتزاريلا بجد بستعملها. ولو عندك في يعني كيس كده بيبقى مشكل جبن بيبقى حلو جدا برضو، شيدر ورومي وموتزاريلا بتبقى جميله قوي برضو في البشاميل. وبس يا بنات، وحطيت عليها كده كام قطعه سمنه بسيطة، حتت صغنونة كده تدي لون بس، وهندخلها الفرن على طول يا بنات. وطبعا ايه رأيكم، احنا لسه مخلصين مواعين بقى عندنا مواعين قدها بالظبط يعني، بس قلت انتوا مالكوش ذنب يا جماعة يعني هدخلكم معايا في كوم المواعين ده تاني، لا طبعا خلصت المواعين الحمد لله. وانا يا بنات ده اللي انا بعتمده على طول دايما، اول باول لازم بخلص المواعين. يعني عايزه اقول لكم ان انا اصلا بحضر الاكل ومفيش اي حاجه في الحوض بيبقى فاضي تماما، يا دوب الكام طبق بس اللي هنفطر فيهم يعني. وادي المكرونه الجميله بتاعتنا، قولوا لي رايكم بقى يا بنات، بتبقى خطيره. وعايزه اقول لكم انا بطلعها من الفرن وهو بيقول الله اكبر، يعني متخيلين؟ لا بحبها تبقى سخنه وجوسي كده، وتبقى ايه مهريه. عارفين لو طلعت قطعه واحده كده لا مش هاكلها، انا عايزاها تبقى ايه، عارفين زي اللي هي المكرونه الوايت صوص كده، انا بحبها نفس الطريقه كده يعني. بس والحمد لله خلصنا المكرونه بتاعتنا، وكان يوم سهل وبسيط كده. وتعالوا بقى يلا نصب العصير بتاعنا مع بعض. انا يا بنات عايزه اقول لكم ان انا وقعت في غرام الشوبات دي، انا بحبها قوي. لا واللون الابيض معاهم بيبقى في حته تانية. بصوا جميله، عايزه اقول لكم ان في واحده اتكسرت، ده انا زعلانه عليها زعل يا بنات، والله زعلت قوي. هو الطقم كان 6، في واحده اتكسرت فكده فاضل 5، فربنا يستر بقى ايه ويصمدوا معايا يعني. ده انا كنت عايزه اشيلهم لرمضان الجاي، مش هشيلهم كده ناقصين واحده.
بس. والتمر بلبن بقى يا بنات، يا انا بتهيألي اكتر حاجه هزعل عليها كمان في رمضان التمر بلبن. انا بحب التمر بلبن جدا، فلما رمضان يخلص انا هزعل ان ما عادش فيه تمر بلبن. صح، الواحد بيتهيألي زاد له 10 كيلو من التمر بلبن، بس يعني عشان انا كل يوم لازم اقعد عليه يعني. في الفطار مش عايزه افطر، مش عايزه اكل حاجه، هو التمر بلبن ده اهم حاجه. فحلو قوي بنات، واللي مش مجربه لا ندمان بجد، لانه من احلى الحاجات اللي ممكن تجربوها. خطير وطعمه، وعايزه اقول لكم ان يعني بيبقى جوسي كده، وكل بقى ما بيتاخر كمان التمر في اللبن عارفين بيدوب كده، فبيبقى وهم. انا اسفه لو حد بيتفرج على الفيديو وهو صايم بجد، انا جوعتكم يعني اكيد يعني. بس ده البانيه اللي انا عملته يا بنات. انا ما زودتش بانيه لان انا عموما في الاكله دي في العادي ما بعملش اصلا جنبها بانيه، لان اوريدي هي المكرونه فيها لحمه مفرومه فبيبقى كفايه. بس بما اننا في رمضان فقلنا ايه، يلا مش مشكله يعني نعطف عليهم النهارده كده ونعمل بانيه. هم عندي البنات بيحبوا البانيه جدا، وهنا دي بطاطس عملتها شيبسي بتبقى تحفه مع البانيه بنات، خطيره خطيره يعني. والمخلل الجميل بتاعنا. وتعالوا اوريكم بقى جبت ايه البنوتي في طقم العيد. بصوا يا بنات، البراند ده اسمه جونيور. هو موجود في اماكن كتير، اعتقد ان اكيد يعني له فروع كتير. انا يا بنات بقى بما ان خير الامور الوسط، فهو ده اللي انا جبته. ده جيب شورت كده جلد، عجبني قوي قوي يا بنات. بس انا لسه هجيب له كلون ابيض او ليجن ابيض. في الغالب مش هجيب كلون لاني حاسه الجو مش محتاج كلون يعني. هجيب ليجن ابيض عليه. بص هو بيتفك من فوق كده، وليه كمان سوسته في الجنب. وبيبقى وهو شورت انا بفتحه عشان اوريكم ان هو جيب شورت كده، وبيبقى شورت من تحت يعني. تحفه. عايزه اقول لكم ان هو مبطن وخامته تحفه يا بنات، خامته خطيره. فجبت لها الجيب شورت ده انا جايباه لبنوتي الصغيره، هي في ثالثه ابتدائي. وجبت لها كمان عليه البودي الخريفي ده. بصراحه شكلهم تحفه في اللبس على بعض يا بنات. هو لونه اوف وايت سكري حاجه كده، مش ابيض. وهو بكم، وانا بوريكم خامته يا بنات. هو مش شتوي، هو خامته خريفي اللي هو الصيفي المحمل شويه ده. انا بحب قوي بقى يا بنات شهر 4 نلبس اللبس ده اللي هو الخريفي ده. وطبعا انا هشتري بيجامه صيفي للصيف مش للشتاء، او ممكن ما اشتريش، انا لسه مش مقرره هعمل ايه. بس هي اصلا انا السنه اللي فاتت كنت جايبه لبنوتي بيجامات خريفي، فهي عندها 3 4 بيجامات خريفي، فمش هشتري. وده الخاتم اللي هي اشتريته اول حاجه، وقفت جابت الخاتم ده. نضاره العيد اللي كلنا كان لازم اساسي عندنا، بس ما كانتش زي دي، احنا عارفين كانت عامله ازاي. وجبت بقى ايه اكتر من شكل كده. التوك دي ما بنستغناش عنها بصراحه، خطيره، اللي هي مع الضفيره بقى والحاجات الصغيره دي. ودول برضو عجبوني قوي التوكتين دول. اصلا انا لسه محتاره هنعمل تسريحه ايه في العيد، فقلت ايه لا احنا اجيب بقى اكتر من حاجه. دي ملهاش دعوه بطقم العيد بصراحه، بس احنا بنحتاج التوك الصغيره دي يعني. فده كده طقم العيد، قولوا لي ايه رايكم. ولسه ما كملش ده، احنا لسه ما جبناش الشوز ولا الشنطه ولا جبنا الليجن. بس ادعوا لي لان انا الكسل مموتني اليومين دول بجد يعني. باجي بعد الفطار ما بقدرش بفصل. وده بقى يا بنات شويه حاجات اشتريتها كده. الطبق ده انا بعشقه بتاع ايكيا ده يا بنات، خطير وشيك وشكله تحفه تحفه بجد. فانا كنت محتاجه الطبق ده فاشتريته. انا محتاجاه للديكور. انا عموما بحس الحاجات دي مش عمليه ان احنا نقدم فيها اكل وكده، فانا كنت محتاجاه للديكور، فشكله عجبني قوي. وكنت كلمتكم في فيديو قبل كده يا بنات عن البولات الصغيره دي وقد ايه انا بموت فيهم. وكمان يا بنات فرصه في رمضان بجد، انا بحس ان رمضان فرصه يعرفك انت محتاجه ايه. يعني انا مثلا وقت السحور كنت ببقى محتاجه قوي من البولات الصغيره دي، واللي عندي ما كانوش بيكفوا فاشتريت منها. انت برضو اكيد طول رمضان عرفتي انت محتاجه مثلا معالق، محتاجه شوك، محتاجه اطباق. فرصه بقى في الوقت ده تشتري اللي ناقصك علشان ما تجيش تزنقي نفسك قبل رمضان اللي جاي يبقى وراكي حاجات كتير انت محتاجاها يعني. حاولي من دلوقتي كده اكتبي الحاجات اللي انت محتاجاها، ان شاء الله كل شهر اشتري حاجه تبقى عندك، بحيث ان ايه تبقي انت على رمضان الجاي مش محتاجه بقى تشتري كلهم مره واحده. ويا بنات المشابك دي بتاعت ايكيا برضو كنت انا وريتها لكم قبل كده، قلت لكم ان انا بحبها جدا جدا. فجبت منها انا عندي وبتوعي زي الفل، بس قلت برضو يبقى دول احتياطي موجودين عندي. وجبت كمان يا بنات طقم الزياتة ده، عجبني قوي. انا عندي الطويلة، بس يا بنات الطويلة دي مش عجباني خالص بصراحة. وكمان الجزء الكاوتش بتاعها ده اللي فوق
هي فيها جزء كاوتش كده فوق، بجد رخم وبيلم زيوت كده ودهون، مهما تنضفيه وتغسليه مش بينضف. قلت لا دي شكلها كده ايه، سلسه وكلها ازاز، لو مسكتها كده غسلتها هتنضف وتبقى زي الفل. وجبت بقى مج العيد. مج العيد ده اهم حاجه، مج العيد ده عشان يوم العيد الصبح كده نعمل بقى شاي بلبن كده، والبسكوت بقى والكحك بتاع العيد. كل سنه وانتم طيبين يا امارات، وعيد سعيد عليكم يا رب ان شاء الله. فجبت المج ده، وجبت كمان المج القمر ده، بجد كنت بشوفه بيعجبني جدا، حاساه شكله سيمبل وشيك كده. جبته علشان الايس كوفي بقى، احنا داخلين على الصيف والجو ابتدى يحرر، فقلت ينفع نعمل عصير ايس كوفي حاجه هيبقى شكله حلو برضه. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة. ولو انت جديدة معايا في القناة ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك دايما إشعار بالفيديو أول ما انزله. واستنوني في فيديو جديد يا أمارات، ومع السلامة يا أحلى بنات في الدنيا كلها.